بص يا صاحبي، لو انت بتحب البحر والموج والصوت اللي بيهدي الأعصاب وعايز تعرف ازاي الموج بيتحرك وليه البحر بيطلع وينزل، يبقى الفيديو ده معمول ليك مخصوص. بس قبل ما نبدأ، لو عجبك الكلام واستفدت بحاجة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، عشان ده بيفرق معانا جامد وبيشجعنا نكمل. بص بقى، انت عمرك وقفت كده على البحر وبصيت للموج؟ الموج داخل طالع كأن البحر بيتنفس، بس عمرك سألت نفسك هو ليه بيتحرك كده؟ أول حاجة هتيجي في بالك الرياح، صح؟ فعلا الرياح ليها دور كبير، بس في حاجة تانية أكبر وأهم، حاجة فوق دماغنا كده: القمر. القمر بيأثر على البحر بجاذبيته. والله، مع إنه حجمه صغير مقارنة بالشمس، إلا إن جاذبيته هي السبب الرئيسي في المد والجزر، وده لأنه قريب جدا من الأرض. القمر بيبعد عننا حوالي 384 ألف كيلومتر، وبيشد المية اللي في البحر ناحيته بقوة جاذبية بتأثر على الكوكب كله. يعني رغم إن جاذبية الشمس أقوى من جاذبية القمر بحوالي 180 مرة، إلا إن تأثير القمر علينا في المد والجزر أقوى، وده عشان هو أقرب، والجاذبية بتضعف كل ما المسافة تكبر. جاذبية القمر بتشد سطح البحر ناحيته، وده بيخلي منسوب المية يعلى في الاتجاه ده، وبيحصل مد عالي. وفي نفس الوقت على الناحية التانية من الكوكب بيحصل مد تاني، وده لأن الأرض نفسها بتتشد ناحيته، والمية اللي على الجهة التانية كأنها بتتخلف وبتنتفح بعيدا عن الشدة، فبتعمل مد تاني. وفي النص بين الاتنين البحر بيهدى، وده اسمه الجزر. والحكاية دي مش بتحصل مرة وخلاص، لا، دي بتحصل مرتين في اليوم، عشان الأرض بتلف حوالين نفسها والقمر بيفضل يغير مكانه بالنسبة لكل نقطة على الكوكب. يعني في كل 24 ساعة عندنا مدين عاليين وجزرين منخفضين. وبعدين لما الشمس تيجي تلعب في المعادلة الموضوع بيتغير. لو الشمس والقمر اتصفوا في خط واحد زي وقت البدر أو المحاق، الجاذبية بتتجمع وبيحصل أقوى مد وجزر في الشهر، وده اسمه المد الربيعي. أما لو كانوا عاملين زاوية قائمة زي وقت التربيع الأول أو الأخير، بيحصل أضعف مد وجزر، وده اسمه المد المحاقي. يعني القصة كلها فيها فيزياء تقيلة بس شغالة بتناغم رهيب. القمر بالشمس مع دوران الأرض، كل حاجة مترتبة بالدقة. المد والجزر مش بس منظر، دول كمان بيأثروا على حاجات كتير: حركة السفن، مواسم الصيد، تكاثر الكائنات البحرية، وفي بلاد بتولد كهرباء من طاقة المد والجزر. تخيل القمر وهو بعيد كده بيأثر على الأرض لدرجة إنه بيحرك المحيطات وبيشغل مولدات طاقة، وبيبطئ دوران الأرض بنسبة خفيفة جدا مع الوقت، لدرجة إن اليوم بيطول ملي ثانية كل شوية آلاف السنين. يعني الموج اللي بيغسل رجلك وانت واقف على الشط وراه علم كبير جدا، مش مجرد ريح بتهب وخلاص. القمر بيشد، المية بترد، والأرض بتلف، والنتيجة البحر بيرقص. فالمرة الجاية وانت قاعد على الكورنيش وباصص للموج، افتكر ان كل موجة داخلة وراجعة وراها حسابات وجاذبية وكون شغال في صمت. ولو عجبك الكلام ده ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وشاركه مع صاحبك اللي بيحب البحر. ولو عندك سؤال عن اي حاجة من دي سيبهولي في الكومنتات، وانا ارجع ارد عليك في فيديو جديد. شكرا جدا وسلام.